كيك الدايجستيف الملكي. لخليط الدايجستيف أول شي على النار بنزل على الزبدة سكر بني، نسكافيه، وظرف كراميل مع ظرف كريم بودرة شانتي ومنقلبهم كتير منيح مع بعض. بضيف عليهم البسكويت المكسر الدايجستيف ومنقلب 5 دقايق على النار، بنتركهم على جنب ليبردوا لنعمل جاتويتنا. بخفق البيض والفانيلا مع بعض، بضيف عليهم السكر وبنخفق لحتى يصير القوام كريمي ويتضاعف حجمه. بنضيف الزيت النباتي وبنخفق، وبنضيف اللبن الزبادي، والمكونات كلها بتكون بحرارة المطبخ، وبنضيف عليهم الطحين المنخول مع البيكنج باودر. وبهالحالة بنزل سرعة الخفق أو بستبدل بالسباتشولا وبضرب بخفة. وعلى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين بنزل جاتويتنا، بوزع على الوجه خليط الدايجستيف اللي طبخناه، وعلى فرن محمي على 180 على الرف الوسط لمدة ساعة. خلصت الجاتويل بتشل مع الروايح اللي بتعقد، ما بقدر أوصف لكم ريحتها. غنجت ودلعت بحليب مكثف محلى مع صوص الكراميل اللي حكتب لكم تفاصيلهم تحت البوست. وهي خلص عريسنا، ويلا على أحلى فقرة اللي هي التيست تايم. وما بتحلى جاتويتنا إلا مع كاسة الشاي والصحبة الحلوة. جربوها بهالأجواء الخريفية والبردات، وصحة وهنا على قلوبكم. وبس والله.